بيجي لي اسئله كتير قوي على اكونت ستايل هاوس وعلى الاكونت الشخصي، بلاقي امهات لطاف قوي تقول لي انا بنتي في ثالثه فنون جميله عماره وانا عايزه اعرف تعمل ايه. وبيجي لي ناس بيبقوا عايزين يعملوا كارير شيفت، عايزين يغيروا الشغل بتاعهم، المجال بتاعهم، يخشوا مجال التصميم الداخلي. هو الموضوع طبعا في جزء منه كبير قوي علم، وده لازم نتاكد ان احنا اخدناه واخدنا الشهادات اللازمه. والقصه الثانيه كلها بتيجي بالخبره وبالمشاهده. يعني ايه؟ يعني انا بكتسب الخبره دي منين؟ يا اما هاندز اون على البروجكتس اللي انا بشتغلها وبعرف ان انا غلطت في الغلطه دي وعملت هنا، وطبعا دي بتبقى التعليم مكلف شويه لان انا اللي هتحمل الغلطات. يا اما الحاجه الثانيه ان انت تشغلي عينيكي تخليها تشوف مشاريع كويسه، تتابعي انتيريور ديزاينرز شاطرين، تتابعي مصممين ديكور شاطرين، مصممين معماريين شاطرين، تفتحي بنترست، تعملي لنفسك كده درايف مثلا على الكمبيوتر عندك تحطي فيه الفيفورت ستايلز اللي انت شايفاها لطيفه. وانا شفت مثلا الصالون ده عجبني والترابيزه دي الله ده دول مع بعض يبقوا حلوه. فانت كل ما هتمتعي او انت كل ما هتمتع عينك انك تشوف حاجات حلوه، اوتوماتيكلي الكلام ده هيترسخ عندك في الذاكره وهتلاقيك بتعمله من غير ما تبقى فاهم ايه السبب ورا ده. يعني على سبيل المثال احنا لما بنيجي نعمل اكسسورايزنج مثلا الاكسسوارز، في حاجه اسمها الرول اوف 3 او الرول اوف ثيرد، ان انت بتحطوا ثلاث قطع. كتير كان ناس بيشتغلوا معايا يبتدوا يشتغلوا الاقيها عامله ثلاث قطع لوحدها، فتقولي انا، انت قلت لها انت عارفه ان في رول دي؟ فتقولي لا انا مش عارفه، انا من كتر ما انا شفت صور كتير لشغل ستايل هاوس وشغل ديزاينرز تانيين عرفت الحاجه بتتحط ازاي. اكتسبت المعلومه دي وبقت مرسخه عندها. فاختصارا للكلام الكتير كله اللي انا عملته ده، لو انتوا عايزين تركزوا تشتغلوا او مقبلين على ان انتوا تبقى عندكم بزنس انتيريور ديزاين، لازم 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 توسعوا المدارك بتاعتكم، تشغلوا عينيكم تشوفوا كل حاجه، بتشوفوا تمثيليه اشوف الديزاين بتاعها عامل ازاي، فيلم، اعلان، كل حاجه انا مركزه في ده. اركز اشوف اعمل فولو للديزاينرز اللي انا بحبهم واللي انا مش بحبهم. يعني لو عندي مثلا ديزاينرز ذوقهم يمكن انا مش معجبه بيه، لا برضو تخشي تعملي له فولو. وتبصي برضو على بنترست تشوفي ايه اخر، مش لازم اخر صيحات، بس ايه اكتر حاجه منتشره الفتره دي. اتمنى يكون الفيديو ده رد على اسئله كتير من الاسئله اللي بتجيلي.